حضرتك بتجدد خلايا الكبد. والله هو اصلا بيعمل على ازاله سموم الكبد، بينظف الكبد اللي شقيان وتعبان معانا ده. فولات، حديد، فيتامين سي. يعني بتتكلم حضرتك في انيميا. الناس اللي بتلعب رياضه بتروح الجيم موجود فيها النترات. هل البنجر مناسب لمرضى السكر ولا بيرفع السكر؟ يا عيله يا عيله، ما تضيعوش تعبي ده والله، وهاتوا ورقه وقلم وذاكروا كده وشيروا وخلي الناس تتعلم. مش لازم نروح نشتري الاكل الغالي. يا اهلا وسهلا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنتحدث اليوم عن البنجر او الشمندر. اول مره اتكلم عنه، ولكن من الحاجات ان انا يوميا ببقى حريصه قوي ادخلها في يومي. ليه؟ اول حاجه كده اللون الاحمر الغالب قوي في البنجر ده حاجه اسمها البيتالين، ده اللي بيديله اللون الاحمر ده. اول حاجه كده يا جماعه بنتكلم في الفولات، بنتكلم في حديد وفيتامين سي. اللي شاطر يقول لي يا دكتور انت قلتي قبل كده لما نتكلم عن الفولات والحديد وفيتامين سي بنقول ايه؟ فولات، حديد، فيتامين سي. يعني بتتكلم حضرتك في انيميا. عشان كده دايما الناس اللي عندها انيميا نقص الحديد بنقول لهم دخلوا معاكم البنجر وعليه ليمونه، يبقى انت كده تمام. هو اصلا فيه فيتامين سي، وكمان بتحط عليه فيتامين سي فيقوم عليل الامتصاص بتاعه. يا جماعه فولات، حديد، فيتامين سي، بنتكلم في انيميا. البنجر من الحاجات الحلوه جدا 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 لو انت دخلتها في يومك كل يوم بنجرايه واحده. دي اول حاجه. تاني حاجه بقى، لو انت كملت على البنجرايه دي لمده 3 شهور حضرتك بتجدد خلايا الكبد. والله هو اصلا بيعمل على ازاله سموم الكبد، بينظف الكبد اللي شقيان وتعبان معانا ده. فلو انت قدرت ان انت تحافظ كل يوم على الريق عصير بنجرايه، او اخدت بنجرايه تقطعها حضرتك لمده 3 شهور انت بتجدد خلايا الكبد. ماذا اقول؟ طيب النقطه التانيه بقى، الناس اللي بتلعب رياضه بتروح الجيم موجود فيها النترات، تتحول جوه جسمك لاكسيد نيتريك. تعمل ايه يا دكتور؟ بتخلي الدم يروح للعضله اكتر، بتعزز ان الدم يروح للعضله. فبالتالي لو حضرتك مثلا مجهودك بتحس ان انت بتتعب بعد تايم معين، الوقت بيزيد ان انت بتحس فيه بارهاق وبتحس فيه بتعب، لان هي بتزود الاكسجين بنسبه 20%. فلو انت قبل ما تروح التمرين بساعتين 3 مثلا خد لك عصير بنجر، خد لك بنجرايه في السلطه، هتفرق جدا معاك، وهتحس قد ايه فعلا بتفرق معاك في الطاقه، وبتفرق معاك بتقلل لك او بتزود الوقت اللي انت هتحس فيه بالمجهود، لان هي بتعلي من الاكسجين اللي بيوصل للخلايا وبيوصل للعضله. فبيبقى حلو جدا جدا بسبب موضوع النترات. ايه تاني؟ الميتوكوندريا بتحسن من انتاج الطاقه. كنا دايما بنتعلم واحنا في اعدادي يقول لك الميتوكوندريا دي بيوت الطاقه، فهي اوريدي بتحسن من الميتوكوندريا، فبتلاقي انتاج الطاقه عندك بقى احسن، فعلا بيفرق جدا في طاقتك اثناء اليوم او لما انت بتكمل عليها. بتعزز طبعا الاكسجين اللي بيروح للخلايا، فبتزود الطاقه بتاعتك. لو في انيميا هتلاقيها بتبص انها بتعلي لك الانيميا، لان هي حلوه جدا كمصدر للحديد ومصدر الفولات ومصدر للزنك. مش بس كده، كمان فيها اللوتين. اللوتين يعني صحه عيون، صح كده؟ فحلوه جدا 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 الشمندر او البنجر. والله يا جماعه فعلا اي حاجه بتيجي من التربه هي كنز، بس الشاطر بقى فينا اللي يبقى عنده ورقه ويكتب كل هذه الكنوز ويبدا يخصصها. والله ده بيميز بكذا فانا هستخدمه كذا لمده قد كذا، وهشوف الريسبونس بتاعه على جسمي. يا عيله يا عيله، ما تضيعوش تعبي ده والله، وهاتوا ورقه وقلم وذاكروا كده وشيروا وخلي الناس تتعلم. مش لازم نروح نشتري الاكل الغالي. الاكل الصحي الرخيص، ان الناس دايما بتعلق على شماعه الاكل الغالي، بكام البنجر لما نيجي نشتريه؟ ولا حاجه. بس حاجات عادات كده بسيطه لو دخلتوها معاكم هتفرق والله في صحتكم. طيب اخر حاجه بقى، هل البنجر مناسب لمرضى السكر ولا بيرفع السكر ومليان نشويات؟ ايه الاجابه؟ هجيب لكم ميزان ونشوف البنجرايه دي وزنها عامل ايه. هجاوب انا، هشوف حالا البنجرايه دي وزنها عامل ايه.
انا عشان اجاوبك واقول لك البنجريه دي هتديك قد ايه نشويات، حالا هشوف البنجريه دي وزنها عامل قد ايه وهقول لك هترفع لي سكر الدم ولا لا. البنجريه دي عامله بالظبط 180 جرام. 180 جرام ليه؟ عشان بنجرايه كبيره. طيب لو انا جبت بنجرايه 100 جرام فيها قد ايه كرب؟ 100 جرام فيها تقريبا 9 جرام من الكرب. بنجرايه صغيره 100 جرام، عندك ميزان هتوزن يبقى تمام، يبقى اوزن 100 جرام هيديك 9 جرام من الكرب. حصه النشويات قد ايه يا عيله؟ حصه النشويات بتدينا 15 جرام كرب، يعني اذا ما جابتش حصه نشويات. يعني حضرتك لما تدخلي بنجريه صغيره في اليوم من ضمن حصص الخضار بتاعك ومن ضمن حصص النشويات، ايه المشكله؟ انا بكتب بنجر على فكره لمرضى السكر عادي جدا، وعلى طول يلاقوا البنجر في الخضار وفي السلطه معايا، عشان انا عارفه البنجر بيعمل ايه في الجسم وفوائده قد ايه للجسم. فبالنسبه لك كمريض سكر اللي يقول لك البنجر بيرفع لي سكر دم، على فكره فيه الياف. البنجر فيه الياف، فالالياف بيدي احساس شبع وما يعليليش سكر الدم. البنجرايه فيها 9 جرام كرب، يعني اذا 9 جرام كرب هيدخل عادي من ضمن الحصص بتاعتي. وخلي بالك كلمه السر دايما مع مريض السكر علشان سكرك ما يعلاش، تنظيم وجباتك، تاخد الحصص بتاعتك، مش حرمان خالص. يعني مش لازم انا عشان مريض سكر من نوع تاني لازم اقطع نشويات وما ينفعش اخد نشويات والنشويات مفيش الكلام ده. انا بكتب نشويات عادي جدا، بس الفكره كميه بناخدها امتى والحصص بتاعتك عامله ايه، بمنتهى البساطه. طيب يبقى ده كلامنا النهارده عن البنجر والشمندر. دخلوه كل يوم معاكم لمده 3 شهور، هنجدد كل خلايا الكبد. عندنا مشكله في الانيميا، دخلوا معاكم البنجر، مضاد اكسده حلو جدا، هيحمي العين، الجهاز الهضمي، طبعا الراديين هيبقى حلو جدا معاكم. استمتعوا بالبنجر يا مرضى سكري نوع تاني، وما تلاقوش ما تخافوش، وقيسوا السكر وقولوا لي في الكومنتات. ودايما اقول في اخر كلامي اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. واستنوني في حلقه جديده مع مطبخ بدايه جديده. طول ما عندنا اراده مفيش حاجه هتوقفنا في بدايه جديده مع رحاب الشناوي. بدايه جديده.